سلام الله عليكم. من اللي بغى حافظ إبراهيم، ولمن لا يعرف حافظ إبراهيم أعزائي المشاهدين، هو شاعر مصري تخرج من المدرسة الحربية واشتغل بالثقافة. كان أحد رموز مدرسة الإحياء في الشعر العربي. كان شعره مرآة لآلام وآمال الإنسان العربي والأمة العربية، فلقب بشاعر الشعب وعرف كذلك بشاعر النيل. السفر إلى اليونان، حاول الصديق ديالو صادق الرفاعي، وهو كذلك أديب سوري الأصل مصري المولد، من أمراء النصر الفني في القرن العشرين، ومن أشهر المدافعين عن اللغة العربية الفصحى وإعجاز القرآن. له مذهب أدبي خاص به أيده فيه ثلة من أدباء مصر والعراق والشام. اشتهر بأصالة الفكر وجزالة اللغة وقوة البيان، حتى لقب بمعجزة الأدب العربي. أن يمنعه من السفر، وقال له: ألا تخف أن تموت يونانيا؟ فقال له حافظ: واش كتشوفني مازال ما موتش في مصر؟ إن الذي بقي هين. كيقولوا إكرام الميت دفنه، ولكن حتى واحد ما كيهضر على وأد الأحياء. والوأد أعزائي المشاهدين ليس بالضرورة أن يكون على الطريقة الجاهلية، بأن يحفر أب حفرة صغيرة لبنت صغيرة ليس لها ذنب ولا جريرة ويرد عليها التراب وينصرف دون أن يرف له جفن. لأنه في بعض الأحيان أعزائي المشاهدين كتولي العادات إله يعبد، والمقصود بوأد الأحياء هي عندما ترد التراب على كرامة الإنسان وأحلامه وكذلك مشاعره وحقوقه. وكاين نوع آخر من الوأد، هو أنك تشوف ولدك أو بنتك عنده موهبة ولا تساعده في تنميتها. وكذلك من الوأد أعزائي المشاهدين أن تشعر البنت ديالك على أنها غلطة وأنك تربيها من باب لا حل آخر. كاين هذا النوع أعزائي المشاهدين، ولو كنت في الجاهلية لرددت عليها التراب. ومن الوأد أن يريد الابن ديالك تخصص وتجبره أنت على تخصص آخر. ومن الوأد أعزائي المشاهدين كذلك أن ترغب بنتك في زوج تراه هي أصلح لها، وأنت كتختار لها زوج آخر لشيء في نفسك. ومن الوأد أعزائي المشاهدين أشياء كثيرة نراها في مجتمعنا العربي لا حصر لها، وجب تغييرها. أعزائي المشاهدين، إلى اللقاء.